بلغني أيها المشاهد السعيد أن هناك مدينة عامرة تسمى بغداد، كان فيها العديد من رموز الحضارة والتقدم والعمران، ففيها مدرسة المستنصرية، وفيها القصر العباسي، وفيها شارع سمي باسم الرشيد، وفيها شارع لأبي نواس. ما يعرف قصص شهرزاد وشهريار، ومنه بينا ما يعرف رواياتهم اللي استخدموها بالأفلام والمسلسلات وحتى بقصص الأطفال. وبهذا النصب وبهذا الرمز اللي هو أحد رموز بغداد راح تظهر لنا شهرزاد اللي هي تحكي قصصها إلى الملك شهريار، وهو مسترخي يستمع إلى سحر قصصها. كان ملك في أحد العصور والدهور السالفة متعسفا يعاني من عقدة نفسية من جراء ما تعرض له من خيانة زوجية من قبل زوجته، ما دفعه إلى قتلها، وظل حقده الدفين على النساء يكثر ويكبر، إلى أن وصل إلى مرحلة بأخذ فتاة من كل بيت كل يوم وقضاء ليلة معها وقتلها مطلع الصباح. بعدها وصل طابور الفتيات إلى شهرزاد التي كانت فتاة ذكية ومتعلمة، والتي بدأت معه منذ أول ليلة بسرد حكايات تحمل الصبر والحكم، حتى تواصل مسلسل القصص إلى 1000 ليلة وليلة. حب الحلوة شهريار الأمير أحبني وعشقني الكثير، الشقراء وذات الشعر الغزير، وأسمع صوت الأسد على صوتي الزئير، وتمنوا قلبي من الجميلات الكثير. ولكن في حب شهرزاد أصبحت أسير، أصبح قلبي بفضلها أمير. إذا لم تكن أنت ساكن قلبي فما أحببت، ولا علم قلبي العشق منك ولا تعلمت، ولغة العيون تعلمتها منك، فنبض قلبي هو منك وإليك. ولكن يا حبيبي الأمير، يجب أن تنساني في الأخير،
فحبك هذا شيئا من المستحيل. تكلم من الفتيات الكثير والكثير وتتركني دائما وحدي وقتا طويل. فلما أدرك شهرزاد الصباح سكتت عن الكلام المباح.